وفي خبر عاجل، لقاء رسمي بين الجزائر ومالي يخلط الحسابات السياسية لماكرون وفرنسا. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب يوم أمس السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية في مالي كمال رتيب. ووفق بيان مقتضب لوزارة الخارجية المالية، فإن ما وصفتها بزيارة المجاملة تدخل في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط وتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مالي والجزائر. ويعتبر هذا اللقاء الأول بين مسؤولين رسميين من البلدين منذ إنهاء القطيعة الدبلوماسية بين الطرفين التي استمرت نحو 14 شهرا. ويوم 10 جويلية الجاري أعلنت الجزائر ومالي إعادة سفيرهما إلى منصبهما وفتح مجالهما الجويين أمام الرحلات بشكل عادي.